المتحدة وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجغرافية واتحاد الكتاب ونقابة المرشدين السياحيين والمرشد السياحي. الألقاب الملكية يا جماعة اعتبارا من الأسرة الخامسة، أصبحت الألقاب الملكية بتتكون من 5 أسماء كبيرة، 5 أسماء كبرى. الاسم الحوري جاية من حر، حر اللي هو حورس، وده بيبقى مدون داخل منظر بنسميه في الهيروغليفي سرخ. السرخ ده بيمثل صورة الواجهة بتاعة القصر البدائي، متصور تصويرا مبسطا، وبالتالي يطلق عليه السرخ. يعني اسم نعرمر اللي احنا نسميه نارمر دلوقتي موحد القطرين ده اسمه كان في صلاية نعرمر، في صلاية نارمر موجودة في المتحف المصري، موجودة داخل سرخ، منظر لواجهة القصر. عندنا اسم تاني هو اسم السيدتين، الستين يعني السيدتان. السيدة الأولى هي وادجت، ودي معبودة الوجه البحري، وهي على هيئة الكوبرا، الصل بيسموه، اللي هو ثعبان الكوبرا أو حية الكوبرا. السيدة التانية اللي هي نخبت، وديت السيدة والمعبودة بتاعت الوجه القبلي، وهي على هيئة طائر العقاب. العقاب ده نوع من انواع النسور كده الجارحه، اوكي. وهتلاقيها تملي في جبهه الملك او جبهه الملكه كنوع من انواع الحمايه. تملي الاثنين دول لما تلاقي نسر او تلاقي العقاب، وتلاقي ثعبان الكبر زي كده على القناع الذهبي بتاع توت عنخ امون. وبعدين عندنا اسم حر الذهبي، حر الذهبي. حر الذهبي ده اللي هو الحورس. احنا قلنا حر هي التسمية الهيروغليفية الصحيحة لكلمة او اسم حورس اللي بنستخدمه دلوقتي، رنن نبو. رنن نبو، رن ان نبو، رن يعني اسم بالهيروغليفي ان نبو، الاسم الذهبي. ولاحظنا ان كلمة الذهبي نبو او الذهب نبو، ولها يعني جرس يتماثل مع كلمة نوبة، على اساس ان النوبة العظيمة المصرية العظيمة كانت المكان اللي فيه مناجم الذهب. الاسم الشخصي بقى كمان ده بيسبقه لقب ملك مصر العليا ومصر الدنيا. حرفيا الاسم الشخصي كان بالهيروغليفية نسوت بيتي، نسوت بيتي، وحرفيا الذي ينتسب إلى نوع من نبات الأسل، وده رمز الجنوب، وإلى النحلة ودي رمز الشمال. في كمان الاسم بقى ذات نفسه اللي بيسبقه لقب صا رع، صا بالسين، سين ألف رع، صا رع ابن رع، ابن رع. دي الألقاب المهمة جدا. وكمان كان في ألقاب أخرى كثيرة جدا. كان معاكم بسام الشمع.